مساء الكورة على أحسن جمهور. النهاردة معانا أخبار تقيلة جدا، إصابة تضرب الأهلي ورد رسمي من الزمالك وتصريح نار عن محمد صلاح مولع الدنيا. يلا بينا ندخل في الأخبار من غير رغي كتير. نبدأ مع النادي الأهلي هيغيب عنه ياسين مرعي في الماتش الجاي بسبب إصابته في الضمة. الإصابة دي جت في وقت مش لطيف خالص، خصوصا إن الفريق داخل على فترة ضغط مباريات. الجهاز الطبي بيحاول يلحقه، بس لحد دلوقتي الموقف صعب شوية. أكيد الغياب ده يأثر على اختيارات المدرب في التشكيل. نروح بقى الزمالك كسب ماتش مهم جدا وطلع متصدر الدوري، ودي خطوة كبيرة في المنافسة. بس بعد الماتش حصل كلام كتير عن استبدال عبد الله السعيد، والنادي طلع وقال رسميا ان مفيش مشاكل خالص وان القرار كان فني عادي جدا. يعني مفيش خناقات ولا أزمات زي ما الناس كانت بتقول. نطلع بقى لأوروبا. ريال مدريد أعلن قائمته قبل مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا. القائمة فيها غيابات مؤثرة خلت الجمهور قلقان شوية. الماتش ده مهم جدا، وأي غياب في البطولة دي بيبقى ليه حسابات مختلفة. أما بقى تصريح محمد صلاح اللي عامل دوشة، المدرب الإنجليزي سام ألارندس قال إن محمد صلاح لازم يبطل يبين استيائه في الملاعب، وقال إنه أحيانا بيتصرف أكنه طفل كبير. الكلام ده قسم الجمهور لنصين، نص شايف إنه نقد طبيعي، وناس شايفة إنه هجوم على نجم كبير بحجم محمد صلاح. بس كده، دي كانت أهم أخبار الكورة النهاردة. قولولي بقى في التعليقات ايه أكتر خبر شايفينه هيولع الفترة الجاية، ولو عايزين ملخص يومي كده سريع وخفيف اعملوا لايك واشتراك عشان تكبر القناة ونفضل دايما سابقين. واشوفكم في فيديو جديد، وسلام.